مرحبا بكم وعلى سلامتكم واهلا وسهلا في برنامج 10 دقائق على الطاير. نحاول نبحث فيه دائما عن الضحكة والابتسامة والضمار. في كل حلقة يتم دعوة ويزورنا ضيف يكون من الشخصيات العامة، يكون من الممثلين، من المطربين، من السياسيين. يعني نحاولوا نبحثوا دائما كما قلنا منذ البداية عن الضحكة والضمار. اليوم ضيفي أستاذ موسيقى، أستاذ وعازف كمانجا، سهيل الحباشي. مرحبا سهيل. بيك عايشك سي براد. تقريبا الكمانجا من أحسن ما ثم في الآلات الموسيقية ومن أصعب الآلات الموسيقية. هي تعتبر هي الآلة الحساسة أكثر يعني بحكمها قريبة للقلب. سمعنا تقسيمة كي فهمت حلوة. الله هي لا كلثوميات. خلينا نسمع الساعة نحكيه شوي. سهيل، موقفك هي طرفة صارت لك في حياتك فيها الابتسام والضحك؟ والله واحد ما ينجمش يتذكر برشا، ما عادش طرفة، ماهيش طرفة. أنا نعتبرها ما عادش. كنت أدرس أنا في الخليج، كنت مقيم في السعودية أنا بطبيعة الحال. وانا نعرفك في السعوديه، احنا تقابلنا في وزاره الاعلام في السعوديه. وبالمناسبه هذه نوجه تحيه للمملكه العربيه السعوديه، بالاخص الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان عبد العزيز. طرفه ما عادش انا ما احسبهاش طرفه، لانه درست واحد ودرست عني وبعد فجاه ملح وذاب، يعني ما عادش شفته. بالطبيعه ما خلصنيش في فلوسي وكل شيء. بعد 4 سنين نتفاجئ بتليفون، الو استاذ ممكن رقم حسابك عشان ابعث لك المبلغ. اي والله الطرف هذه بعد 4 سنين. بعد 4 سنين جا خلصك. هو الطرفه اللي نعرفها انا انه كيفاش انتم مشيتوا تدرسوا، معناها مشيتوا تدرسوا في السعوديه في الموسيقى، ومن بعد الاختلاف في وقتها ما بين في الوزاره، الناس مؤيده وناس ماهيش مؤيده. احكي لنا هذه كيفاش صارت في وزاره الاعلام؟ يعني ناس رافضه وقتها 20 سنه التالي، يعني ناس رافضه الموسيقى، يعني ضد الموسيقى يعني. والحمد لله كل شيء صار مفتوح، والموسيقى بارتو معناها في المطاعم، في المقاهي، في المسارح. ما شاء الله. اي معناها تطورت بصفه كبيره برشا. خليني نفرح بك سهيل بحكم الوقت، ماذا بينا نحكيه اكثر خاصه في المجال الموسيقي. خليني نفرح بك ونقدم لك السحار بتاعنا نور الدين الرباعي. نور الدين تفضل. هيا فرحنا بسي سهيل اخويا، جانا من المملكه العربيه السعوديه، مقيم غادي. كما مش كما في السعوديه. سفرح بيك كما مش كما في السعوديه. اي صحيح. سفرح بيك كما في مثلا في بلاد اخرى قاعده تعاني برشا. البلاد الاخرى المعاناه نتاعها فيها حكايه برشا. نجم تسمعني معزوفه على حسب الشيء اللي باش نعملوا توا. باش ناخذ انا شابو هذايا. لفلسطين. هذايا من السحر. تونس وفلسطين شعب واحد بلد واحد. شعب واحد
بلد واحد. نجمش تقول لي شكون اللي كان اللي يغني في الاغنيه هذه؟ مرسيل خليفه. مرسل خليفه. انا باش نشوف كيفاش نعمل معاك توا. انا سامحني في كلمه شيحت لك ريقك شويه، لازم نجيب لك واحده كوكا باش تعمل معايا رشفه كوكا. ما تفطرنيش ما تفطرنيش. لا مش باش نفطرك، اما باش نحاول بالوحده كوكا هذه نحاول نعطيك شويه مش برشا من الكوكا هذه. لازم نركزوا معاها باش نعمل لك كيما الكورنو. ركز فيه مليح، هذا كورنو، وباش نحط فيه الوحده كوكا هذه. لكن انت كيفاش كنت تخلص؟ خلص بالوروات. كان تخلص بالوروات نشوفوا كيفاش نعملوها. اخلص يا سهيل، اخلص بالوروات. لورو هاي. وانت زاد تستاهل. خلصني انا بالوروات. انت باش نخلصك بالنيشان. نجم نتحرك، نجم نتحرك، نجم بالوروات وبالكنوز، ونتبعك بشويه نشوفك كيفاش تخلص. انت بالشين هذا تخلص مليح. هاي شنو هذا لا زاد يلزمو ياخو شين زاد. مال شنو هو زاد يلزمو ياخو شين كيفك انت. هاي شكرا نور الدين الرباعي. هاي معزوف اخرى سهيل على الطاير. الله. هذه عبد الوهاب. هذه مش كلثوميات. عبد الوهاب. هذه عبد الوهاب. انا قلت كلثوميات مش مشكل. خليت باهي افرح لي بيه مره اخرى. خاطر الحاجه هذه باش نعطيه الباجيت ماجيك. هذه اسمها الباجيت ماجيك. هذه نوجه تحيه لكل الزملاء اللي يعملوا في الميدان الفني في الالعاب السحريه. قول لهم اللي راهو الباجيت ماجيك هذه راهي تتصرف فيها انت كما تحب، مش هي تتصرف فيك. خاطر الاغنيه اللي قدمتها انت تستاهل عليها حاجه باهيه برشا، تستاهل عليها ورده. شكرا للاستاذ سهيل الحباشي عازف الكمانجا. هكذا حضرات الساده المشاهدين نصل الى ختام هذه الحصه. ان شاء الله عجبتكم. تصبحون على الف خير في حصه قادمه غدا ان شاء الله.